الهيئات المهنية الممثلة لقطاع نقل المسافرين. على إثر مراسلة السيد وزير التجهيز والنقل بتاريخ 6 يوليو 2020 المتعلقة بدعوة المديرين الجهويين لفتح قنوات الاتصال لمعرفة النقاط الخلافية والاطلاع على أسباب عدم استئناف نشاط نقل المسافرين، وكذا دراسة مقترحات المهنيين لتجاوز هذه الوضعية، فإن مهنيو قطاع النقل الجماعي للأشخاص مستعدون للمساهمة في كل أسباب السلامة الصحية، وكذا إنجاح وتطبيق كل القرارات والبرامج المتخذة، وذلك في حدود الإمكانات المتاحة، شريطة معالجة بعض النقاط الغير المتوافق حولها، والتي كانت سببا مباشرا في عدم استئناف نشاط النقل بين المدن. ولتجاوز صعوبة المرحلة فإننا نعرض عليكم مجموعة من النقاط والتي نطلب معالجتها. أولا، تعويض دفتر التحملات باتفاقية أو بروتوكول صحي كجميع القطاعات الوطنية. ثانيا، تحديد جميع العقوبات في حالة المخالفة بشكل واضح ومباشر عوض الإحالة على القوانين المنظمة، مع تحديد المسؤوليات: المقاول، السائق، المسافر، إدارة المحطة الطرقية. ثالثا، الجهة المخول لها تدريب وتكوين العاملين بالقطاع. بروتوكول المراقبة للحافلات يجب أن تتكفل به إدارة المحطة عند الدخول والخروج منها. تحديد الجهة التي يجب الاتصال بها والكيفية في حالة ظهور أعراض الوباء على مسافر. المطالبة بمجانية شهادة التعقيم نظرا للوضعية المتأزمة للقطاع بسبب تداعيات الحجر الصحي. في حالة عدم امتثال بعض المسافرين بالإجراءات المعتمدة للسلامة الصحية: وضع الكمامات، عدم استعمال المطهر، رفض إعطاء البيانات، يجب تحديد المسؤولية في حالة المخالفة. صعوبة تنفيذ التوقف على رأس كل ساعة بسبب القوانين المنظمة للنقل، وكذا انعدام أماكن التوقف المؤمنة خصوصا ليلا سواء في الطرق الوطنية أو السيارة. عدم قانونية مطالبة المسافرين بالمعلومات الشخصية وتحمل إدارة المحطة ذلك، وكيفية التعامل مع القاصرين. مراعاة إشكالية الأطفال أقل من 4 سنوات المرتفقين مع ذويهم، وتوضيح ذلك تجنبا لمضايقة هيئات المراقبة. المطالبة بإعادة النظر في ثمن التذكرة خلال هذه الظرفية الصحية. تعويض دفتر التحملات باتفاقية أو بروتوكول صحي موقع عليه من طرف المقاولة، والاحتفاظ به مع الوثائق دون اعتباره كرخصة استثنائية. في حالة عدم الامتثال لأحد الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية أو البروتوكول الصحي تطبق العقوبات المنصوص عليها في القوانين المنظمة للقطاع. وعليه سيبقى المهنيون ملتزمون ومنخرطون بكل جدية ومسؤولية للإسهام في إنجاح كل البرامج والاستراتيجيات المتخذة لمحاصرة هذا الوباء والحد من تداعيات انتشاره. على أن يفتح نقاش موسع لمعالجة المشاكل التي يتخبط فيها المهنيون بعد قرار توقيف نشاط النقل بين المدن بتاريخ 20 مارس 2020، وما نتج عنه من أزمة خانقة أصبحت تهدد مجموعة من المقاولات بالإفلاس وبفقدان المئات من مناصب الشغل. والسلام. إمضاء: الهيئات الممثلة لقطاع نقل المسافرين.